عليك. أسئلة كثيرة وردت حول يوم عاشوراء يا شيخ سعد، وثبوت دخول الهلال. هناك من شكك في ثبوت دخول الهلال. الناس خاصة هنا سؤال من أبو غيدة يقول: إذا أنا أردت أن أفرد يوم عاشوراء لوحده فأي يوم أصوم؟ يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم، وذلك لأن شهر ذي الحجة لم يرى هلاله ليلة الأربعاء، وعلى ذلك فيكون بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس، كما أعلنت المحكمة العليا صدر منها قرار وإعلان بهذا الخصوص. وعلى ذلك فإذا كانت بداية محرم يوم الخميس فيكون يوم عاشوراء هو يوم السبت. وقد يقول قائل إن القرائن تدل على دخول شهر محرم يوم الأربعاء لكونهم يعني رؤية الهلال ليلة الخميس، يعني بطريقة لم يعتدها الناس في رؤية الليلة الأولى من الشهر، فرؤية رفيعا، فهذا غير مؤثر من الناحية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني مع كونه موجودا لكنه غم، فأكملوا العدة 30. فهذا هو الحكم الشرعي، أنه إذا حصل غيم ولم يتمكن الناس من رؤية الهلال فالواجب عليهم إكمال عدة الشهر 30 يوما، ولا يلتفت لمسألة يعني كبر حجم الهلال، هذه غير مؤثرة من الناحية الشرعية. ولهذا فإن يوم عاشوراء هو يوم السبت، وبكل حال من صام الجمعة والسبت فإنه سيدرك عاشوراء قطعا، لأنه حتى لو افترضنا أن شهر محرم دخل بيوم الأربعاء فيكون عاشوراء جمعة، وإذا قلنا دخل بيوم الخميس فيكون عاشوراء السبت، فإذا صام الجمعة والسبت فإنه يكون قد أدرك عاشوراء لا محالة. لكن إذا قال أنا سأقتصر على صيام عاشوراء فقط، فنقول صم يوم السبت، لأن يوم السبت هو يوم عاشوراء.